وسلم وانصر على إخواننا في فلسطين وأن الله ببركة أسلافنا الصالح وبركة صاحب الحال وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد والهوى من بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد والهوى من للحبيب عشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا طيبة يا طيبة يا ذا
والهوى نادانا والهوى نادانا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك بين الأنبياء السلام عليك أيها الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك بين الأنبياء السلام عليك أيها الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا بسمي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك بين الأنبياء السلام عليك أيها الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على اللهم صل النبي وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق للحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة
فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبد الرحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله وما جل عليه. هذا المن الذي تكرم به المنان، ومعظم هذا الفضل الذي برز برة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. تجلى الحق في علم قدسه الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. وله الحق الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكرره بكثرة ترداد، حيث أبرز من ألم الإنكار صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده سنقلان، وتنتشر أسراره في الأقوام، فما من سر اتصل به القلب منيب إلا من ثواب فلله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى، يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى، بحبيب بحبيب عم الأنام نوالا، بحبيب بحبيب عم الأنام نوالا. يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى، يا لقلب يا لقلب سرور قد توالى، بحبيب بحبيب عم الأنام نوالا، بحبيب بحبيب عم الأنام. جل من شرف الوجود بنور، جل من شرف الوجود بنور، غمر الكون بهجة وجمالا، غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلبي قلبي سرور قد توالى، قلبي يا لقلبي سرور قد توالى، بحبيب بحبيب نبى الأنام من والى، بحبيب بحبيب عم الأنام قد ترقى في الحسن أعلى مقامين، قد ترقى في الحسن أعلى مقامين، وتناهى بمجده وتعالى، وتناهى بمجده وتعالى. يا لقلبي يا لقلبي سرور قد توالى، يا لقلبي يا لقلبي سرور قد توالى، بحبيب بحبيب عم لنا من والى، بحبيب بحبيب ملأنا ما موانا. لا حدثه الناس
لهزته ولهزته العيون في مجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالات بشرا كاملا يزيح الضلالات يا لقلبي سرور قد توالى يا لقلبي سرور قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا بحبيبي عم الأنام منوالا وهو من فوق ما قد رأته وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلبي سرور قد توالى يا لقلبي سرور قد توالى بحبيبي عم الأنام منوالا بحبيبي عم الأنام منوالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويروي عن كل معانيه الجنان صلى الله عليه تشر منه في العالم البطون والزهور ما ملأ الوجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم باشرت آياته في ذكر الحكيم ببشارة فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمتبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من نعمة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحقه عبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوات المجد بقربه فتفيأوا بالجلال الشرف أصل بوده وحبه ما عطر الأقوان بنشر ذكراهم نشيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيد
سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم، نفذت القدرة الفاهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلق البيضة التصوير في العلم مطلق الكبير عن جمال المشهور بالعين صلى الله عليه وصف الكمال مطلق وحسن التام والزين، فدرك ذلك الجمال ميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضمة إلا تمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به بموطن استقرار وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار أزل بما قدت، وظهر من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأسلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برد في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا هي أفكار ظهوره وابهر، فتعلقت همة راكب لهذه الحروف بأيكما بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك النور معروف صلى الله عليه. لا تبيع بعسر معشر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تغرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزاني إلى تدوين محافظه من سيار أسرار المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. رأيته في كون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الدرة الكريمة، وداعي التشوق إلى سميع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلنا في الشفاعة هذا النبي الشافع، ويتروهن بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله، وعطرها يبقى إذا مستها يدي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مستها يدي الله الله. عم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير
خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا الله تنال شمس منه والبدور الله ولا ذل له بل كان نورا الله تنال شمس منه والبدور الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنال بنور طه سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا الله ربي إني يد الصفات العالية قائم بك فينا أريد عطية الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا ربت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب رفقا ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب رفقا صلي
يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغيره تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغيره تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغنا إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق الوجود وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فلقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعاناة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت برزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. منذ أن كتبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المعصونة والكون كله يسبه ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراك هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى انتقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإترافه بملاقات أشرف البريات بروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كل الذي قد لامني دعني وشاني يا عدول لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول ما كنت تنهى يا جهول أما ترى جسمي سقيم قد شفه داء النحول قل لي بمن هذا العنا وذا التصابي والذهول وذا التصابي والذهول. الله حسبي وكفى كل ما تشاء يا ذا الفضول. الله حسبي وكفى كل ما تشاء يا ذا الفضول كل ما تشاء يا ذا الفضول. يا ساكنين سرائري عندي لكم صفو الوداد ملكتكم يا سادتي زمام أمري والقياد. يا ساكنين سرائري عندي لكم صفو الوداد ملكتكم يا سادتي زمام أمري والقياد. لا تهملوا من قد غدا يسمو بكم بين العباد واقف على الباب مقيم يرجو السعادة والقبول يرجو السعادة والقبول. الله حسبي وكفى كل ما تشاء يا ذا الفضول. الله حسبي وكفى كل ما تشاء يا ذا الفضول كل ما تشاء يا ذا الفضول. هبت نسيمات الوصال من جانب القدس العلي واستغرقت أنوارها عوالم القلب خلي. هبت نسيمات الوصال من جانب القدس العلي واستغرقت أنوارها عوالم القلب خلي. عما سوى معبوده الواحد الحق الوالي وكشفت أسراره
وكفى قل ما تشاء يا ذا الهدول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الهدول قل ما تشاء يا ذا الهدول. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فإن قرب أول علي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهما بالترهيب صلى الله عليه. وأمطار الجو إليه على أهل الوجوه تثب وألسنة الملائكة بتمثيل العالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كينا هذا المستور ليزول أنه خامرة في عالم الزهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفتق الحق الحكمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه الأمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق لله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما في حور عين من قسم الله لهما في شرف بالقسمة وافية. فأتى الله وقت الذي رتب على قدور وجوه هذا المولود فانفلق سبل كمال من النور العمود وبرز حامل المحمود مذعين لله بالتعظيم والسجود. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل
أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الرب يا أهل المزاني فهزار اليوم نغرد واستدئوا بجمال فقف الحسن تغرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البوس ربي سعدين مستمر ليس ينفد حيث أوتي لا عطاء جمع الفخر المؤبد صل يا ربي على أحمد النبي الهادي الأمين المشفع بالقيامة لا أجمعين ربي كل حمد فلربي كل حمد جل يحصره العاد الله الله إذا حبانا بوجودي إذا حبانا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله الله صل يا ربي على من صل يا ربي على من اسمه طه وياسين الله الله المشفع بالقيامة المشفع بالقيامة من أتانا بالبراهين الله 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 أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما صار
رسول الله جئنا للزيارة قاصدين الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في ذرودي ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في ذرودي واهدنا نهجا سبيل نهجا سبيل كيف نسعد ونرشد ونرشد ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في ذرود الله 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 ربي بلغنا بجاهه الله 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 في جواره خير مقعد الله 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 لولا النبي ما سعيدا الله 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 بمكة والمدينة يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وسلام مستمر كل حين يتجدد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلوا على رسول الله صلوا على النبي
Berikutnya kita akan mengikuti proses kalimatut tasmiyah akan dipimpin oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Fa'alaihi wa tal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbagusilah nama kalian. Di hadapan kita ada bayi perempuan yang telah disepakati oleh kedua orang tuanya bernama Syarifah Khairah Sofia binti Mustafa bin Abdillah Al-Idrus. Kita doakan anak ini agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi permata hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk umat Islam, nusa dan bangsa, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang halal dan barokah. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga dari segala macam fitnah di akhir zaman ini. Wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma barik lana bi azwajina, auladina, banatina, dzurriyyatina wa la tadurruhum wafiqna wa iyyahum fi ta'atik warzuqna birrahum. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Untuk pembacaan daripada pasal Wahina Barazah akan dibacakan oleh Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Kemudian pasal daripada Walaqad Tasaffa akan dibacakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Kemudian doa akan dibacakan oleh Al-Habib Syaugi bin Abdullah Al-Kaf. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi barazan rafi'an tarfahu ila as-sama' mu'miyan bidzalika rafila anna lahu sharafan ala majduhu wa sama'. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقربه في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم.
قال ثم ألبسه وأضجعته فلم أنشب عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة أن يميني فسمعتك إلي يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعتك إلي يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قال فلم يزل الحديث إني على بال أتبتثع الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على النجم سها بإنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن ختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين
واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. الفاتحة وقراءة الياسين والتهليل والتسبيح والدعاء صلى على النبي. إيمان كان ذكر المرحوم برحمة الحي القيوم جدي الحبيب أحمد بن محمد الكاب والحبيب أحمد بن محمد بن شهاب والحبيب أبو بكر وعمر وعلوي وعلي بن محمد بن شهاب والحبيب أحمد بن عبد الله الخريط والحبيب محمد بن مبارك الإدروس والحبيب عبد الرحمن ومحمد وعلوي بن أحمد الكاب والحبيب فيصل والحبيب فيصل بن عثمان المدهج والحبيب حسن بن أحمد بن شهاب والحبيب عمر بن علوي بركبة والحبيب فيصل بن عمر بركبة والحبيب عبد الرحمن بن علوي عيدروس والحبيب حلمي بن عبد الرحمن الكاب والحبيب علوي بن أحمد الكاب والحبيب أحمد بأحمد بن إدروس الإدروس والحبابة حميدة ومريم والنور بنت محمد بن شهاب وهبابة الوية بنت أحمد الإدروس وهبابة حميدة بنت حسن بنت عثمان المدهج بابا وهبابة أم كلثوم بنت مصطفى الإدروس وهبابة رقية بنت إسماعيل بن شهاب وهبابة سلمى ومستورة وعائشة وروضة وآسيا بنت أحمد بن شهاب وهبابة خديجة وفضل وأم علوية ومستورة وعليا وأم كلثوم وزويرية ومزنة بنت أحمد الكاب وهبابة ثم إلى رسول الله وشريفة مرتلنا بنت أحمد الإدروس وشريفة شيدة بنت أحمد الكاب وشريفة كلثوم بنت أبو بكر بن شهاب وشريفة علوية بنت أحمد حنيمان وعتية بنت أحمد حنيمان ثم إلى رسول الله المرحوم برحمة الحي القيوم صاحب الخال حبيبنا سيد الوالي الحبيب محسن بن أحمد بن محمد الكاب من اجتمعنا هاهنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم سنهم ورحمة رحمته والدينا وديم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حكى القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب ومغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أن الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا ذرينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل إسحاق قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض وأحييناها وأخرجنا منها عبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجن القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وسترجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننسكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين
وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق على نحيا وعلينا نموت وعلينا نمات إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذة مجتمعنا هنا بسببه المغفور الحي القيوم الحبيب أستاذ محسن بن أحمد الكاف أن الله يغفر له ويرحمه ويستر رحمة والدينا ولكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى العظام إليها وأنت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تكبر ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استبحنا سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة
شاملة وصدقة متكبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا وقرة أعيننا سيد رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى رسالة أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأزواج رسول الله طاهرة عمة المؤمنين سيدنا خديجة بنت عائشة الرضا وسوزنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن والحسين علي زين عبد بن محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي أريدي محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب سيدنا محمد المهاجر الله محمد بن عيسى عبيد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد صاحب المرباد سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علي عم الفقيه وسيدنا حبيب علي غير من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاحب الدرك إمام محمد مولى الدويلة سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام سيدنا ربان السقاب وشاه أحمد مخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر عبد الشاب بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عبد الرحمن الطاش علي بن باروس عبد الله حداد وأصولهم وفروعهم ودو الشيخ بكر جيلاني شعمل البداوي شعمل الرفاعي شيخ إبراهيم السوكي أبي حسن سزيري شيخ محمد البوسيري صعب برده حبابا شيخ سلطان شيخ أحمد تجاني شيخ زند حباب الحرب الحبيب عبد الله ندوس وأصولهم وفروعهم وجري عبد الله سقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب بن سقاب صافي حبيب حامد أم الحامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرش والحبيب محمد بن شيخ عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين حبيب شيخ عبد الرحمن بن المسلمين الحبيب أحمد بن المسلمين والحبيب حسن بن صالح البحر ابن حبيب شيخ عبد الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن زين حبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين حبشي والحبيب عبد المسقاب محمد مسقاب الحبيب حسين والحبيب علي بن الشحاب والحبيب محمد مخضار من تالم وأهلا ومن زبل سادة علويين والحبيب حامد بن الله الحداد وأنا حبيب حامد وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن سالم الأكاب وأصولهم وفروعهم والحبيب شيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن شيخ بن أحمد بن شهاب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد بن شهاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن بن نوار وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن حسن عبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن حمد الكاب حبيب البحسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب أبو بكر بن شهاب عبد القدوس والحبيب علي بن أحمد النوار وأصولهم وفروعهم على المشا السقاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى من اجتمعنا ها هنا بسببه الله عارف بالله الحبيب أستاذ محسن بن أحمد الكاب أن الله يغفر له ويرحمه برحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار وإجابا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعف عنه واجمعنا وإياه والمسلم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السير صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di dalam Masjid Hidayatullah, dalam rangka kita memperingati daripada Haul Al-Habib Muhsin bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, serta salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut dan para keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berdirinya Al-Faqih di sini dalam rangka untuk membawakan daripada susunan acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita telah melewati daripada rangkaian acara seperti daripada membaca daripada fasal demi fasal Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan daripada Walimatut Tasmiyah cicit daripada Sahibul Haul. Kemudian kita beranjak daripada acara-acara tersebut, kita akan beralih kepada acara yang selanjutnya, yaitu daripada pembacaan manaqib biografi daripada Sahibul Haul Al-Habib Muhsin bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Al-Habib Ahmad Naufal bin Salim Al-Kaf. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwakkirul ulama fa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Biografi Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf. Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 14 April 1932 Masehi atau bertepatan pada 8 Zulhijjah 1350 Hijriah. Dari pasangan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Ahmad Bilacu, dengan Hababah Hamidah binti Muhammad bin Syahab yang lebih dikenal dengan sebutan Cik Nining. Nasab beliau Al-Habib Al-Barakah Al-Habib Muhsin bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Alwi bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Kaf bin Muhammad Quraikala bin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Khalaiq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Lagib bin Ali Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Sayyidus Sabab ibn Imam Masyarik wal Magharib wa Laisu bani Ghalib Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha wa ibni Sayyidina Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf telah menunjukkan sifat-sifat yang patut menjadi contoh. Antara lain, beliau taat dan hormat pada kedua orang tuanya. Sabar yang paling beliau sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta memiliki ridha yang sangat kuat dalam mempelajari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Sifat sabar beliau tergambar dari cara beliau mengajarkan ilmu pada murid-muridnya. Selain itu, beliau merupakan pribadi yang sangat menghargai waktu, baik untuk ibadah, mengajar maupun untuk bermuamalah dan bermasyarakat. Habib Muhsin di tengah-tengah keluarga merupakan sosok ayah dan guru yang memiliki uswah yang patut dicontoh. Sebagai ayah, beliau adalah ayah yang sangat bertanggung jawab, baik dalam pendidikan anak-anak, memberi nafkah keluarga, menjaga keakuran dalam rumah tangga. Sebagai guru, Al-Habib Muhsin mendidik anak-anaknya dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui pendidikan langsung maupun dengan sikap yang ditunjukkan oleh beliau. Dari perkawinan dengan Hababah Faridah binti Ahmad bin Syahab, beliau dikaruniai 7 orang anak, yaitu Sayyid Ahmad Zaki Al-Kaf, Syarifah Hamidah Al-Kaf, Sayyid Muhammad Nizar Al-Kaf, Syarifah Nafisa Al-Kaf, Sayyid Ubaidillah Al-Kaf, Sayyid Abdul Rahman Fahmi Al-Kaf, Syarifah Zakiyah Al-Kaf almarhumah.
Pendidikan yang mendasar beliau dapatkan dari bimbingan ayahnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Bimbingan yang diperoleh oleh ayahnya antara lain selalu diajak sholat berjamaah, tilawatul Quran, ratibul haddad, pembacaan tahlil, pembacaan maulid, pembacaan qasidah dan lain-lain. Di samping bimbingan dari orang tuanya Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf banyak belajar dari tokoh-tokoh habaib antara lain Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Ahmad Hamid Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Syahab, Al-Habib Umar bin Syekh bin Syahab, Al-Habib Alwi bin Salim Al-Kaf, Mu'alim Umar dan Ustadz Umar bin Ahmad bin Syahab. Adapun secara formal, beliau memulai pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah Adabiyah Palembang pada tahun 1952 sampai dengan 1957. Lalu melanjutkan di Sanawiyah dan Aliyah di Sakana tahun 1957 sampai dengan 1962. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya di IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan mendapatkan gelar sarjana muda pada tahun 1655. Adapun guru-guru formalnya antara lain Kiai Haji Daud Kusdi, Kiai Haji Zainal Abdul Fikri, Kiai Haji Abdul Ghani dan Syekh Mutawalli dari Mesir khususnya mempelajari tafsir Quran. Selama 35 tahun Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf mengabdikan dirinya pada Yayasan Adabiyah Palembang dan beliau benar-benar menikmati pengabdian ini. Setiap hari beliau datang mengajar dengan berjalan kaki sambil berzikir sepanjang jalan. Selama lebih dari 10 tahun beliau mengajar di Madrasah Asgaf bersama Ustadz Abu Bakar Al-Kaf, bersama Ustadz Ali Bahrun mengajar di Ma'had An-Nasr, bersama membantu orang terkait masalah-masalah faraid, ibadah dan pernikahan, mengisi cawisan fikih di berbagai musolah dan masjid, antara lain di Masjid Darul Muttaqin, Masjid Musolah Al-Fakhr, Musolah Darul Hijrah 13 Ilir, Masjid Hamamatus Salam, Musolah 5 Ilir, Musolah 3 Ilir, Musolah Riyadul Jannah Kampung Muaro, Masjid Sami'ul Huda dan Musolah Yayasan 2. Pada akhir kehidupan beliau, intensitas ibadah beliau semakin meningkat. Giat dalam menghatamkan Al-Quran, melakukan sholat-sholat sunnah, membaca sholawat dan wirid-wirid. Selain itu beliau juga berpesan kepada anak-anaknya untuk tetap teguh dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semenjak tanggal 8 Rabiul Awal 1430 Hijriah, setelah menghadiri Maulid Arba'in di rumah keponakannya, beliau jatuh sakit. Selama masa sakitnya, anak-anak dan istrinya banyak mendapatkan tarbiyah dari beliau, khususnya tentang kesabaran beliau menghadapi sakit dan keistiqomahan beliau dalam beribadah. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Rabiul Awal 1430 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah dengan penuh ketenangan. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang melayat dan mengantarkan jenazah beliau, itu merupakan tanda hablum minallah dan hablum minnas setelah mulus yang sukses ia jalankan. Semoga Allah selalu memberkahi dalam hidupnya dan setelah meninggalnya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh beliau kepada murid-muridnya senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan beliau selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Azza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الذي أمرنا بشكر والدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وعدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على
على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا في حال صغارنا متعطفين اللهم حفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساع والرعي الذي كانوا فينا راع أفضل ما جزيت سعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الحوال ما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجتره لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل له منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تجعل عليه من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة وسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بعملنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا توقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجتريه من سوء الاجتراء اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صليه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها ونتصدقنا من صدقة فنميتها ونسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم منها أجزل من أقسامنا وسحمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وناديتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وحق البوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم تقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء وأعباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kemudian kita beranjak kepada acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Nabil bin Umar bin Alwi As-Saggaf. Tapi sebelum kita mendengar daripada Mau'izatul Hasanah, saya menghimbau kepada seluruh jamaah bagi yang belum memiliki daripada air wudu untuk segera mengambil air wudu. Karena setelah daripada Mau'izatul Hasanah kita akan melakukan daripada salat zuhur berjamaah. Baiklah, kepada Fadilatul Ustaz Al-Habib Nabil bin Umar bin Alwi As-Saggaf alaihi fatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر الحاضرين معاشر الحبائب معاشر الآباء والأعمام معاشر الأساتذة yarhamuni wa yarhamukumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat yang luar biasa. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayat, sehingga kita mau dan bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Ini tempat adalah masjid, rumah daripada rumah Allah, tempat yang paling berkah, tempat yang patut untuk kita mencari keberkahan di dunia ini, yaitu adalah rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini untuk memperingati daripada haul al-arif billah, salah satu keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pewaris hakiki daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Al-Arif Billah Muhsin bin Ahmad Al-Kaf rahimahullahu rahmatal abrar. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini kita berada di hati beliau. Yakinilah bahwasanya perkumpulan kita di sini disaksikan oleh beliau. Perkumpulan kita di sini beliau mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, beramallah kalian, tapi ingat kata Allah, apapun yang kalian lakukan akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan dilihat oleh orang-orang mukmin yang sudah mendahului kalian, yaitu daripada keluarga dan orang tua kita. Maka dari itu, ketika kita berkumpul di sini, insyaallah kita berada di hati Habib Muhsin, yang mana ketika kita ada di hati seorang wali, ketika kita dicintai daripada wali min auliyaillah, maka insyaallah hidup kita akan tentram, hidup kita akan penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perkumpulan seperti inilah yang membuat para ulama, yang menjadikan para aulia itu betah tinggal di dunia ini. Banyak daripada habaib kita, banyak daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kalau bukan karena qiyamul lail, kalau bukan karena berdua dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, kalau bukan karena majma'ul khair, kalau bukan karena perkumpulan baik, kalau bukan karena perkumpulan seperti ini, ma ahbabnal baqa fid dunya, kami tidak senang, kami tidak ingin lama-lama di dunia ini. Karena perkumpulan seperti inilah mereka agak betah hidup di dunia ini. Kita rasakan ma'asyiral hadirin, kita saja yang hati kita banyak kotoran, banyak maksiat, mata kita banyak melihat yang haram, mulut kita masih belum kita rem untuk menggibah, mengomongi orang-orang lain di belakang, telinga kita masih banyak mendengar maksiat. Tapi alhamdulillah, ketika kita duduk di tempat ini, kita merasakan tumakninah yang luar biasa. Kita seakan-akan berada di dunia lain. Kita lupa dengan urusan duniawi kita. Kita lupa, mungkin kalau yang megang pondok pesantren dengan urusan bangunan, lupa dengan urusan bangunan.
orang tua yang punya toko di pasar, punya kesibukan duniawi mencari nafkah, lupa dengan dunianya. Sesaat ketika kita duduk di sini, kita lupa dengan hal-hal duniawi. Itu baru sedikit yang kita rasakan. Bagaimana yang dirasakan oleh para habaib, bagaimana yang dirasakan oleh para ulama. Maka dari itu perkumpulan seperti ini perkumpulan yang sangat mereka dambakan dan sangat dianjurkan kita untuk hadir di tempat-tempat seperti ini, karena kita mengharapkan keberkahan, kita mengharapkan energi yang luar biasa yang Allah turunkan di tempat ini, sehingga jadi penyemangat kita agar kita lebih giat untuk beribadah, kita lebih giat untuk menjaga diri kita dari maksiat, kita lebih giat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada metode untuk berdakwah, metode untuk mengingatkan kita. Allah katakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, dzakir, ingatkan mereka, fa inna dzikra, karena apa yang kau ingatkan. Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ulama tafsir mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan masdar di kalimat atau di ayat ini. Ketika Allah mengatakan wa dzakir, ingatkan mereka wahai Muhammad, seharusnya ayat seterusnya fa inna tadzkir, karena ketika kau mengingatkan atau ingatanmu kepada mereka. Tapi tidak, yang Allah inginkan bukan hanya perkumpulan, yang Allah inginkan bukan hanya mau'izatul hasanah, yang Allah inginkan bukan hanya ustadz berdiri nasihat, bukan. Yang Allah inginkan bukan hanya pembacaan managib, tapi yang Allah inginkan kita hidup dengan managib tersebut. Fa inna dzikra, kata Allah, bukan tadzkir. Fa inna adzikra, karena sesungguhnya yang kau ingatkan kepada mereka, sesungguhnya yang dibacakan tadi daripada managib, tanfaul mu'minin, bisa memberi manfaat kepada kita, bisa menyupport kita agar kita lebih semangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi luar biasa kita mendengar managib Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf, singkat padat tapi isinya luar biasa. Beliau orang yang bakti kepada orang tua, beliau orang yang cinta dengan ilmu dan cinta dengan dakwah di jalan Allah. Beliau orang yang sangat penyabar. Butuh apa lagi kalau sudah tiga ini ada pada satu orang? Bakti kepada orang tua, kalau kita mau sebutkan dalil-dalil daripada bakti kepada orang tua itu banyak sekali. Al-Quran penuh, kata ulama, dengan ayat yang memerintahkan kita untuk bakti kepada orang tua. Kalimat di dalam Al-Quran yang berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi, hanya dengan kalimat ini saja itu 7 tempat di dalam Al-Quran. Di 5 tempat Allah pakai kalimat ihsana, di 1 tempat Allah pakai kalimat husna, di 1 tempat yang ke-7 Allah tidak menggunakan 2 kalimat tersebut. Dan di 4 tempat dari 7 ayat tersebut Allah gandengkan perintah untuk kita bakti kepada orang tua dengan perintah untuk kita menesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut, kalau dari segi pandangan ulama usulul fikih, ini namanya dalalatul iqtiran. Kata ulama, kita bisa memahami bahwasannya perintah Allah ini sangat penting. Lihat sebelum ayat tersebut Allah bahas apa. Lihat sebelum ayat tersebut Allah perintahkan kita untuk apa. Di 7 ayat ini Allah perintahkan, di 4 ayat dari 7 ayat yang berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi, di 4 tempat Allah menggandengkan perintah kita untuk bakti kepada orang tua dengan perintah kita untuk menesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan, tidak ada ibadah, tidak ada perintah yang lebih penting daripada menesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dosa sebesar apapun dosa kita itu masih bisa diampuni oleh Allah, kecuali kita menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain daripada seperti gambaran seperti ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah.
Allah setiap memerintahkan kita solat, Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau baru menjadi khalifah menggantikan posisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kabilah yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka masih iman sama Allah, mereka masih iman sama Nabi, mereka masih mau sholat dan puasa, tapi mereka mengatakan kami tidak mau zakat. Diperangi sama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq seperti beliau memerangi orang-orang yang murtad. Apa kata beliau? Wallahi la ufarriqu bainas salati waz zakah. Demi Allah, kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat, karena Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memisahkan antara solat dan zakat. Jadi beliau paham ini sangat penting zakat, karena digandengkan dengan hal yang penting, yaitu solat, beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bakti kepada orang tua, Allah gandengkan di 4 tempat dari ayat suci Al-Quran dengan menesahkan perintah dari Allah untuk kita menesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf, karena beliau mendapatkan predikat orang yang bakti kepada orang tuanya. Yang jelas, ma'asyiral hadirin, tidak bisa kita bakti kepada orang tua kita kalau kita tidak mempunyai ilmu dan belajar. Maka dari itu Al-Habib Muhsin juga orang yang giat belajar. Dari ilmunya lah, dari belajarnya lah, beliau akhirnya bisa bakti kepada orang tua. Tidak ada masa selesai dalam belajar. Selagi kita masih hidup, maka disitulah kita diperintahkan untuk belajar. Jangankan kita, ma'asyiral hadirin, jangankan kita, misalkan ada yang udah belajar puluhan tahun, ada yang sudah punya majlis di mana-mana, punya murid di mana-mana, punya pondok pesantren, sudah tidak mau belajar. Jangankan mereka, Nabi saja Allah perintahkan untuk terus belajar. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah katakan, wahai Muhammad, mintalah kepadaku agar ilmumu ditambahkan. Ulama Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab tafsirnya Lataifut Tafsir atau Lataiful Isyarat mengatakan, ini menunjukkan tingginya kedudukan Nabi. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menambah ilmu, itu Allah alihkan Nabi Musa untuk meminta ilmu kepada Nabi Khidir. Ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nabi Musa ketika ingin menambah ilmu, Allah alihkan kepada makhluk. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan untuk menambahkan ilmu, tidak Allah alihkan kepada makhluk, selain Allah nisbatkan langsung, Allah alihkan kepada Al-Khaliq Al-Alimul Qadir, Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit daripada Lataiful Isyarah, menunjukkan kepada kita bedanya kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Jadi nabi saja Allah perintahkan untuk menambah ilmu. Nabi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, yang sudah Allah klaim nabi itu tahu segala hal. Bahkan ulama mengatakan hal-hal yang dulu, yang di awal-awal hayat atau di awal ketika beliau menjadi nabi, ketika beliau ditanya beliau menjawab tidak tahu. Beliau ditanya wa yas'alunaka 'anir ruh, beliau ditanya tentang ruh, beliau jawab tidak tahu. Ulama mengatakan tidaklah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia kecuali semua dari yang beliau tidak tahu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, kami ajarkan, kata Allah, kepadamu, kami beritahu kau wahai Muhammad sesuatu yang kau tidak ketahui, sudah kau ketahui semua. Orang yang sudah Allah kasih ilmu sebesar ini saja masih Allah perintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan untuk menambah ilmu, karena ilmu tidak ada batasnya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang pintar ada yang lebih pintar lagi. Jadi jangan sombong kalau baru paham beberapa kitab. Jangan sombong kalau baru belajar berapa tahun, banyak masih yang lebih pintar. Kita udah ngerasa paling pintar, maka ada yang lebih pintar lagi. Bahkan ketika orang makin lama dia mondok pesantren, makin lama dia mendalami ilmu agama, dia akan meyakini makin bodoh dirinya.
Dia akan sadar, oh ternyata banyak masih yang belum aku pelajari. Ternyata banyak masih dari kitab-kitab di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini yang belum aku lihat, belum aku baca. Itulah ilmu agama. Jadi kita diperintahkan untuk selalu menambah ilmu. Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf radhiyallahu wa rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk orang yang giat menuntut ilmu dan menyebarkan ilmunya. Yang mana jelas tidak bisa orang menuntut ilmu, tidak bisa orang bakti kepada orang tuanya kecuali orang tersebut memiliki sifat yang sabar. Al-Habib Muhsin tadi disebutkan di dalam manaqib juga orangnya penyabar. Tak mungkin orang bisa belajar ilmu kalau tidak penyabar. Karena dalam menuntut ilmu itu kita sedang dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda kita habiskan di pondok pesantren. Kita yang kalau di rumah bebas mau ngapain aja bisa, kalau di pondok tidak, kita dikekang atau diatur. Ini butuh kesabaran. Bakti kepada orang tua juga begitu. Kalau bakti cuma sekali, 2 kali, bakti seminggu, 2 minggu itu gampang. Tapi kalau seumur hidup dia bersama orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya makin tua, makin tua, makin tua, yang mana ketika orang tua makin tua, makin sifat kekanak-kanakannya kembali. Allah mengatakan itu di dalam Al-Quranul Karim. Makin sabar dia kepada orang tuanya, makin dia tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabi'in Uwais Al-Qarni, kenapa beliau mendapatkan khairiyah? Beliau mendapatkan tabi'in yang paling afdal. Ulama tidak khilaf bahwasannya tabi'in, orang yang tidak ketemu Nabi tapi ketemu dengan sahabat Nabi, yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Karena ada hadisnya dari Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Kata Nabi, sebaik-baiknya tabi'in, generasi setelah sahabatku, itu adalah laki-laki yang bernama Uwais. Kenapa beliau bisa menjadi sebaik-baiknya tabi'in? Kenapa beliau bisa dikenal sama Nabi besar Muhammad? Dan kenapa beliau jadi tabi'in tidak bisa ketemu dengan Nabi, padahal beliau satu zaman dengan Nabi? Dikarenakan ibunya yang sudah tua. Beliau tidak bisa hijrah ke kota Madinah. Beliau tidak bisa mendatangi, mencium tangan Nabi besar Muhammad SAW karena ibunya yang sudah tua di rumah tidak ada yang ngurus. Akhirnya beliau rela meninggalkan itu semua, nikmat yang paling lezat, keinginan ketika orang dulu daripada zaman sahabat masuk Islam, yang mereka ingini pertama kali memandang muka Nabi besar Muhammad, yang mereka ingini pertama kali mencium tangan Nabi besar Muhammad. Mereka rela meninggalkan kekayaan mereka, mereka rela meninggalkan keluarga mereka, mereka rela meninggalkan tanah mereka demi melihat memandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini karena ibu, dan ibunya sudah tua, tidak ada yang ngurus, maka beliau relakan nikmat hakiki, nikmat yang paling abadi demi ibunya. Tapi tidak Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah kabari Nabi besar Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baiknya tabi'in adalah laki-laki yang bernama Uwais. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kau bertemu dengan Uwais, mintalah doa kepada Uwais. Sayyidina Umar bijalaluh, Sayyidina Ali biilmuh. Dengan kehebatan dua orang ini masih Nabi perintahkan mereka berdua untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni karena bakti kepada orang tua, ma'asyiral hadirin. Dan ini perlu dengan kesabaran. Tidak mungkin orang bisa bakti kepada orang tua, tidak mungkin orang bisa menambah ilmu, menuntut ilmu kecuali dia mempunyai sifat yang sabar. Dan alhamdulillah sifat tiga-tiga ini ada pada Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf yang kita peringati haulnya di siang hari yang berkah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, daripada sifat-sifat beliau turun kepada anak-anak beliau, turun kepada cucu cicit beliau, dan turun kepada kita semua orang-orang yang cinta kepada beliau, sehingga keberkahan diturunkan kepada kita, keberkahan diturunkan kepada saudara kita. Mudah-mudahan berkat Habib Muhsin negara kita Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negara-negara muslimin yang lain, wabil khusus ikhwanunal muslimin fi Palestin. Mudah-mudahan mereka diberi pertolongan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka, musuh mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bijah Rasulullah wa bijah auladi Rasulullah wa bijah Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله